السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ وحشتوني جدا. كل سنة وانتم طيبين، وعود عليكم علينا الأيام بخير يا رب العالمين، وبلغكم بلغنا رمضان على خير، ويرزقكم يرزقنا من حيث لا نحتسب. ازيكم يا حبايبي؟ معلش انا اتأخرت عليكم كتير في فيديوهاتي، بقالي شهر ما نزلتش فيديوهات، بلتمس العذر ليها لان كان عندي ظروف. ففي ناس كتير كتبت لي في التعليقات، لقيت ناس كتير كاتبالي في التعليقات عن رؤية الخشب. يا جماعة، رؤية الخشب رؤية غير مستحبة، لأنها دل على النفاق، دل على إبطال الشيء، دل على الخسارة المادية، دل على المنافقين. رؤية الخشب، إذا أنت شفتي الخشب في المنام بتصنعي منه، أو نجار بيصنع منه دولاب، او شفت دولاب في المنام، دل على الرزق، دل على الخزائن، لانه اتصنع منه. والدولاب ده دليل على الخزائن اللي احنا بنعين فيه هدومنا، في فلوسنا، في حاجتنا، فده دليل على الاسرار ودليل على الاموال. طيب لو شاف ان انت صنع، او ان انت شاريه بيه، او في سرير، او نجار بيعمل لك سرير، او انت شاريه سرير، فدلل على دخلة السرور عليكي، لانه برضك مصنوع منه سرير، دخلت على في سرور داخل عليك، او مناسبة داخل عليك. تمام. طيب لو شفت الخشب متقطع قدامك او متكسر قدامك، ده دليل على ناس منافقة حواليكي او حواليك في شغلك. تمام. طيب لو شفتي ان انت طالعه على سلم خشب، في شيء او مشروع او حاجة عايزة تعمليها هتبطل، او خطوبة البنت العزباء لو شافت نفسها طالعة على سلم خشب، لو في حد متقدم لها مش هيكمل الموضوع، يبطل شيء. او واحد عايز يسافر وشاف نفسه طالع على سلم خشب، او ماشي على خشب، السفر ده مش هيكمل، يعني مش هيسافر، هيقف الموضوع، فشل الموضوع نهائي. تمام يا جماعة. طب لو شاف ان الخشب فيه سوس، او السوس ماشي فيه وراكن سوس كتير، ده غيبة ونميمة، دي ناس بتنم عليك زي الحشرات، مش كويسة، دي بيبقى انذار من ربنا، في ناس حواليك بتنهش فيك او بتنم عليك. طيب لو شفت ان في مثلا لوح في السرير مكسور، ده بتبقى فتنة، حد هيفتن بينك وبين زوجك، او بينك وبين مراتك، لان لوح السرير ده العيشة اللي بينكم، فيبقى حد متدخل بالفتنة او خراب البيت. تمام. رؤية الخشب، ان انت تشوفي ان انت بتصلحي في حاجة، او جبت نجار بيصلح لك الحاجة اللي اتكسرت دي، بيبقى تصليح امور عندك او عندك حاجة ربنا ان شاء الله يكرمك فيها وهتتصلح. او ولادك اشقية، او عيالكم يعني مثلا اشقية، او مش مضايقينكم في العيشة، فده بيبقى تصليح من امور اولادكم، او تصليح في عيشتكم، والله اعلى واعلم. بس رؤية الخشب يا جماعة من الرؤى الغير مستحبة، بتطل شيء، ناس منافقة حواليك، ناس مؤذية. غير ان انا زي ما انا قلت، ان انت شفت نجار ان هو بيصنع ليك دولاب او سرير او خزائن، فده دليل على تسوية امور، دخلت سرور عليكي، فلوس مركونة او ميراث هتاخديه، ده لو شفت الدولاب يعني. تمام يا جماعة. فدي تفسير رؤية الخشب يا جماعة، والله أعلى وأعلم. يا ريت ما تنسوناش باللايك والشير وفعلوا الجرس. اللايك يا جماعة عشان يوصلكم كل فيديو أنا بنزله، ويلا ربنا يا رب يكرمكم زي ما انتوا بتكرميني كده بإذن الله. اللايك يا جماعة، مش عايزة منكم غير اللايك.